ورحمه الله وبركاته. خويا امين ممكن تهضر لينا على الفريلانس؟ شنو اللي ممكن نقول لك على الفريلانس؟ هو ما يكونش عندك ذاك التصور الخاطئ على الفريلانس، انه تيقول لك الفريلانس زين اخويا، كنخدم وقت ما بغيت، نخدم يعني ما بقات ليا نخدم وديال راسي. فريلانس ملي تكون فريلانسر راه المجهود اللي هو متطلب منك اكثر من المجهود اللي متطلب منك ملي تكون خدام عند شي واحد. ملي كتكون فريلانسر يعني مساله فريلانسر كما كيسوقها بعض المحتالين، تيقول لك انا دابا فريلانسر، انا جالس انتم تشاهدونني اصطاد وسيارتي اللامبورغيني ورائي، وانا اصطاد والمال يعمل علي وانا لا اعمل على المال والحمد لله. وهذا شوف، ملي تخدم فريلانس المجهود اللي هو متطلب منك اكبر من المجهود ملي تكون تشتغل عند واحد. الفرق الوحيد انك هنا you work for your own business، انت هنا خدام البيزنس ديالك ماشي البيزنس ديال شي واحد، ماشي كتطلع البيزنس ديال شي واحد من 8 ل 12 جوج 6 كتطلع البيزنس ديال شي واحد، كتكبر الكونط بونكير ديال شي واحد. لا، انت من 2 ل 6 كتخدم في البيزنس ديالك. وملي تكون تخدم في البيزنس ديالك راك ما مطالبش انك تخدم من 2 ل 6، راك مطالب تخدم من 2 ل 12. هادشي ماشي تنقول لك لا الفريلانس راه ما كيعطيناش واحد الحريه في الوقت، متفق معك، كيعطيك واحد الحريه، انت كتحدد الوقت اللي غتخدم فيه وكيكون عندك دي زافونتاج، ولكن راه ما تخيلش معايا هذوك لي زافونتاج اللي تيكونوا عندك كما يسوق لهم. وحتى الا كانوا شي ناس يسوقون لهم راه خدموا. دابا ما تهضرش، انا تنهضر على فريلانسر يلاه باجي، اما ملي غتولي تخدم بالاوت سورسين وهذا ديك هضره اخرى، انت كلشي منك خصك دير كلشي، مطلوب منك واحد المجهود. وهذاك المجهود الفرق بينك وبين واحد هو انه مثلا هذاك السيد اللي تيكون خدام عند واحد الشركه، الا مثلا مرتو قالت ليه رانا ولدك طاح ولا دا نمشيو للطبيب، هذاك اخويا خصو يقولها الباترون سليف عبد. السلام عليكم سيدي يا زمي، تبارك الله عليكم نعماس، الله يبارك فيكم نعماس، الله يخليك سيدي يا زمي، راه عندي واحد الوليد الله يجازيك بخير راه طاح. تيبدا السيدي يا زمي، ايوا شوف وما تعطلش، يلا واحد 20 دقيقه وتكون عندنا في البيرو، يلا سير فهمتيني، تيمشي وانس. ملي كتكون ديال راسك راه اللي وقع غتخليه وتمشي ديال راسك. اما ملي تكون فريلانسر راه كيطلب منك مجهود اكبر من انك ملي تكون كتشتغل في البيزنس ديال شي واحد اخر.